هاي شهيدة بكروانا بس أكلهم برحي جنين آزاد برحي قلي آزاد خواز قد بن فكرو فلسفة سروكاتي دا آزاد يا خوشيان تكن ام سلابن گرم برحي بي قلي جبر حياة امرالي سروكان دشينن ام گش کامبونه ام زانین 26 سال سروک مد زندانی ده تجریدک فیزیکی لسر چه بویه ام کامبونامه و ام زانین 4 سال داوی سروک تجریدک هر تجرید گو دنیا گشت بینه تجرید لسر سروکه آزاد خواست چه بویه بدنگ دمینه شبر بی هاوی ام کامبونه گو ام دنگ خواب دین دنیای گشی اب گل اب تجرید اینی بس حیات کنگی سران دی 27 شباط ده بانگا آشیتی شان شبو دنیای تبایی نهاوش بو گل کرد لحیا آنها ام دی بینن ترکیه او بانگ بجینانی ام ببینین یک گاب همبری آزادیا فیزیکی جسروک لی حیانا یک گاب بپیک نهان وش خواه ام زانین حیانا سروک دوی بانگی ده بانکر گو اگر بست لی دار کن و بی واجویا سیاسی بی گوهرتن ام زانین ترکی حیانا اوشی بجینانی و میناک جبی هاویره ام دنرین لی جیال زاپی و جیال متینا و هم لی کلانی باجار حسکه و لهر چی دخینه ام وگلکی رو لبن کامبونه گم آزادیا فیزیکی سروک خود خوازن اف سروک آشیتیه گو ده هر کسکی ده دناواوی زندانه ده فکره وکشن ناما 8 آداره گو جنار شان و گو پسکرێکا جن کوربووناوێ وەک پسکرێکا کورد ئەم وەک شیناشی سۆزێ دەدن سەرۆکێ خوێ گو ئەمێ قادام بمینن و ئەمێ تەکۆشینێ دەبن فکر و فەلسەفا سەرۆکێ خۆ بەردەوام بکن حیا ئازادیا فیزیکی ji سەرۆکرێ بێ ئازادکردن ئیدن وەک ئەم زانن سەرۆک پیرۆزباهی ji gelê menî Yezîdî jîşan وەک ئەم زانین دەهەبدیتنا هەری داویدێ سەرۆکێ me قەتلعاما لەسەر کەسێن ساحل jî şermezar kir goşmafê însaniyetê got ev însan geş azad bipare azad jiyan bikin li verê em dibînin serokê me serokên dewletan serokên serokan ev serokê hêja serokê gome wek şagirtê serok me di dilê xwe diçan ام سوزه ددن سروک خواه ام لقادا دمینن حیا گو آزادیا سروک فیزیکی بجی بینن شخواه نهاو مشکه و نهاو ولدانکه و نهاو سکنکه تم بتم ساعت بساعت گاب بگاب ام دوی هولدانه دبن حیا سروک آزاد ببن فیزیکی و دبرده ام ببیر بینن گو ام شهبال سریزی شفای دخوازن و تم بتم ام دبیشن وک شاگرتن سروک وک گل به سروک شیان نابه سروک امد دل امدهیه به سروک شیان نابه به سروک شیان نابه يبتغون المقصد الذي تابوا إليه دائما حرية القائد آبو لأنهم أدركوا مع الوقائع مع الأحداث إن حكمة القائد هي التي أوصلتنا إلى هذا المكان
وهي التي جعلت هذه المناطق آمنة تعيش واحة الحرية والمشاركة وأخوة الشعوب. عندما اختار القائد الخط الثالث كان الجميع يجد في هذا الأمر نوعا من الترف السياسي، ولكنهم جميعا أدركوا أنه الذي اختار هذا الخط ليحيا الشعب ولتحيا المكونات في المناطق التي خضعت للتحرير وبنيت فيها الإدارة الذاتية الديمقراطية. لقد أثبت القائد للجميع أن ما جرى في سوريا كان يتبع لأجندات خارجية سوى هذا الخط الذي اختاره هو واختارته الجماهير التي تعيش هنا بعد أن وجدت ثمرة هذا التوجه. فبنيت الإدارة الذاتية وتغير مفهوم الثورة الكلاسيكية التي كانت تحاول أن تدمر المؤسسات لكي تبني فيما بعد. ولكن تجربة ثورة روجافا أثبتت للجميع بأن التحرير رافقه البناء